ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، اهلا بيكم برضه لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو ده هكلمكم على غلطات في السكين كير بنعملها بتبوظ بشرتنا، وفي حاجات انا نفسي كنت بعملها بس الحمد لله دلوقتي بطلت يعني. فلو انتوا مهتمين شوفوا الفيديو للاخر، يلا بينا نبتدي. بصوا بقى، اول غلطه ودي حاجه انا نفسي كنت بقع فيها كتير، ان انا كنت بفتكر ان كل ما بدفع فلوس كتير قوي في المويسترايزر او الكريم المرطب بتاعي كل ما كان النتيجه هتكون احسن. وكنت دايما بتخدع بشكل الكريمات اللي شكلها غالي كده وشكلها حلو ومش عارفه ايه، وبتخدع ساعات بالكلام اللي مكتوب من بره على المنتج. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان الكريم المرطب بتاعك طول ما هو ما فيهوش اكتيف انجريدينتس او مكونات فعاله بتشتغل وتستهدف حاجه معينه، مهما كان ايه شكله، طول ما هو كل هدفه بس ان هو يرطب، فصدقيني اي مرطب مهما كان غالي مهما كان رخيص هيكون بيديكي نفس النتيجه. حاولي دايما تركزي ان المويسترايزر اللي انت بتجيبيه يكون فيه مواد فعاله، سواء كان فيتامين سي، سواء كان فيها ريتينول، فيها يعني اي ماده فعاله، وده هتعرفيه من الانجريدينتس نفسها. لازم تقريها، ما يبقاش المكونات بتاعته كلها زي اللي موجوده في اي مرطب سواء غالي او رخيص. الحاجة التانية بقى، ودي حاجة أنا كنت بقع فيها زمان، إن أنا كنت بجيب مثلا غسول جديد، مرطب جديد، سان سكرين جديد، سيرم جديد، واستخدمهم كلهم مرة واحدة. فبالتالي ده كان بيخليني أنا أصلا مش عارفة إيه المنتج الكويس وإيه لأ. طب أنا لو حصل لي مشكلة في بشرتي، طب هو أنهي منتج اللي كان عامل لي المشكلة دي؟ وفي نفس الوقت ما بعرفش أشوف نتيجة أصلا لأن أنا مش فاهمة مين عمل إيه. فخدوا بالكم ان انتوا يعني انتوا لو بتجيبوا روتين كامل والروتين ده كله لسه جديد، حاولوا ان انتوا تدخلوا منتج منتج واحده واحده. بمعنى ايه؟ استخدمي مثلا الغسول الجديد بتاعك مع نفس الروتين القديم اللي كنت بتستخدميه. اطمني الاول ان الغسول الجديد ده تمام وما عملش حاجه. بعد كام يوم كده لما بشرتك تتعود، ابداي مثلا دخلي السيرم الجديد وهكذا. لاحظي هل بشرتك ادت رياكشن ولا لا، هل بشرتك مستفيده من السيرم ده ولا لا، هل المشكله اللي بتحصل لك في بشرتك ليها علاقه بالمنتج الجديد اللي انت بتستخدميه عموما ولا لا. الحاجة اللي بعد كده، ودي حاجة يعني أنا نفسي كنت بقلق منها زمان، كنت بقلق شوية من استخدام الريتينول، لأن كنت بخاف من فكرة إن أنا بشرتي تتحسس من الشمس، وإن عامة بشرتي تدي رياكشن مش حلو بسبب استخدام الريتينول. اللي مش عارف إن الريتينول عامة هو بيستخدم في إن إحنا نحافظ على بشرتنا من الايجينج عامة، فهو زي مكون للانتي ايجينج، او بمعنى اصح ان هو يعني بيقاوم شوية تقدم السن. مفيش حاجة بتقضي على تقدم السن، ولكن بنحاول نحافظ على شكل بشرتنا يكون صحي واصغر قدر الامكان، والريتينول بيساعد على ده. فما تقلقوش من استخدام الريتينول. هو اول فتره بيدي رياكشن على الوش ان هو بيبقى حساس للشمس شويه، فاستخدموا طبعا سان سكرين ده اساسي مع الريتينول. لو بشرتكم احمرت شويه او حاجه، لا كملوا عادي، طول ما الاحمرار ده مش مأفور، مش داخل في سكه حساسيه. هتعرفوا ده ازاي وتفرقوا ازاي مع الاستخدام. يعني الاحمرار ده لو خد يومين ثلاثه وبعد كده الدنيا هديت والبشره ابتدت تتعود، يبقى احنا تمام. لو ما حصلش اي رياكشن خالص فده في حد ذاته حاجه حلوه، ولكن ما ينفعش نستغنى عن الصن بلوك تاني يوم عشان ما يحصلناش نتيجه عكسيه على بشرتنا. من الحاجات الغلط برضو ان احنا نعتمد على الصن سكرين او نسبه الصن بلوك اللي موجوده في المكياج بتاعنا على انها هي دي اللي هتكفينا، وان احنا مش محتاجين نحط صن سكرين اصلا. فده غلط جدا، وخدوا بالكم خصوصا لو انتوا بتستخدموا ماده فعاله زي الفيتامين سي او الريتينول او الاكراتين او اي مواد مقشره ومحطتوش صن بلوك بسبب ان انتوا مثلا رحتوا حاطين باودر او فاونديشن هم اصلا فيهم اس بي اف. بصوا، انتوا لازم تحطوا كده كده صن بلوك كويس قوي كبيز بتاعكم، واستخدموا المكياج اللي جواه صن سكرين مفيش مشكله، بس ممكن نعتمد عليه في التجديد. بمعنى ايه؟ ان انت مثلا نزلتي وعايزه تجددي الصن سكرين بتاعك ومش هتعرفي، خلي معاكي باودر يكون مثلا فيها نسبه اس بي اف وابداي حطي على بشرتك. ده هيساعد شويه ان احنا نعمل ريتاتش كده ونجدد الصن سكرين بتاعنا يعني على قدر الامكان من غير ما نأذي بشرتنا بعدم التجديد، وفي نفس الوقت ما نكونش بنعتمد عليها كهي المكون الاساسي للصن بلوك وابقى ما خدتش صن سكرين خالص. من الحاجات برضو الغلط اللي انا كنت بعملها ان انا لما كنت باجي اغسل وشي كنت بغسل وشي الاول وفي الاخر اغسل سناني. لا، ده بيسبب شويه اسمرار للشفايف وبيخلي ان البواقي بتاعت معجون السنان ما تتشالش كويس من الوش. فخدوا بالكم من حاجه زي كده. الاول حاولوا ان انتوا
تغسلوا اسنانكم، وبعد كده تخلوا خطوه غسيل الوش في الاخر، بحيث ان الغسول بتاعكم يشيل كل النسبه بتاعه المعجون يعني اللي اتبقت على بقكم، لان ده سبب من اسباب ان الشفايف بتسمر، خصوصا من الجناب بتاعتها. اكتر الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها وكلنا بنقع فيها حتى لو غصب عننا، وهي الكسل. بمعنى لما بنبتدي نهتم ببشرتنا جامد قوي وفي الاخر نكسل، او لو جايبين منتج جديد نستخدمه شويه وشويه لا، من الاخر عدم الاستمراريه في الاهتمام بالبشره ده عمره ما هيودينا لاي حته. عمرك ما هتشوفي نتيجه من المنتج اللي انت جايباه، عمرك ما هتشوفي نتيجه عامه على بشرتك، لانك اوريدي مش بتهتمي بيها، شويه تديها جرعه اهتمام وشويه لا، فبالتالي مش عارفين نشوف نتيجه كويسه. طب ازاي تساعدي نفسك ان انت تفضلي مهتمه ببشرتك؟ حاولي على الاقل تكوني بتغسلي بشرتك في الاوقات اللي انت لسه راجعه فيها من بره، او اول ما تصحي الصبح. يعني اصحي الصبح اعملي سكين كير خفيف كده، هو يا دوب تغسلي وشك وتحطي المرطب بتاعك واكتفي بكده، مش لازم تحطي خطوات كتيره جدا للروتين بتاعك. وانتي راجعه من بره لازم 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 تغسلي وشك كويس قوي قبل ما تنامي، وبس على كده. لو انت بقى مكسله تعملي روتين بالليل وروتين الصبح وروتين اخر النهار وروتين مش عارفه ايه، حاولي تخلي الروتين بتاعك خطواته قليله، وحاولي تخلي الروتين بتاعك عدد مراته قليله قدر الامكان، وتكون عدد مرات مستهدفه في وقت صح. بمعنى ان لو انت مثلا عارفه انك هتكسلي تعملي سكين كير روتين بتاعك بالليل، على الاقل اول ما تيجي من بره روحي اغسلي وشك، بس اوعي تقعدي على السرير لانك هتنامي، وهتنامي بالمكياج، وده حصلت معايا كتير قوي بسبب الكسل. من الحاجات بقى اللي ناس كتير ممكن تكون بتقع فيها انها تهتم ببشرتها عن طريق الجلسات، وهي اصلا ما بتعملش روتين لبشرتها. بمعنى ايه؟ هتلاقوا ناس بتروح العيادات كل فتره تعمل جلسه عند العياده، ايا كان بتعمل حاجه بقى فيها ليزر، عنايه بالبشره عموما، وتبقى معتمده ان ده السكين كير بتاعها. هي بتروح لحد يهتم لها ببشرتها وبس على كده، لكن هي في يومها الطبيعي بتكسل تهتم ببشرتها. ده يا جماعه مش هيوديكوا لاي حته، لان انت نفترض انك بتروحي المكان بيعملك يعني سكين كير وفيشل بقى ومش عارفه ايه، وبعد ما ظبط لك وشك انت ما اهتمتيش بالحاجه اللي هو وصلك ليها، فبالتالي هترجع البشره تاني يعني تتبهدل، ويحصل لك مثلا وسعه، يحصل لك حبوب، يحصل لك مشاكل كتير قوي، فبالتالي مش هتكوني وصلتي لنتيجه كويسه. فالصح ان احنا يكون عندنا روتين ثابت نستمر عليه، حتى لو احنا بكل فتره بنحتاج نعمل جلسات. حاجه بقى غلط جدا جدا، وهي ان احنا ما نكونش بنغسل فرش المكياج وبجد بنروح نكسل نغسلها فنستخدمها زي ما هي بعبالها كده على وشنا، خصوصا بقى الحاجات الكريمي زي الفاونديشن والكونسيلر. اي فرشه انت بتعملي بيها اي حاجه كريمي عموما هتلاقيها دي اكتر حاجه معرضه انها تكون بتلم تراب وملميه كده، يعني في لون اسود كده بينزل منها. يعني جربوا كده تغسلوها، شوفوا كميه القرف اللي هينزل منها، اهو القرف ده بقى بيبقى على وشكوا، وده تخيلوا ممكن يعمل لكم بكتيريا ومشاكل قد ايه. فخدوا بالكم من حاجه زي كده. في حاجه كمان مهمه جدا، وهي ان احنا نكون ما بنغسلش ايدينا قبل ما نحطها على وشنا. بمعنى ان انت طول الوقت وانت قاعده حاطه ايدك على وشك، ايدك دي ممكن تكون مطربه من اي حاجه حواليكي وانت بتنقلي التراب ده على وشك، او ان انت تكوني بتستخدمي السكين كير بتاعك وايدك مش نظيفه، يعني بعد ما غسلتي وشك وكل حاجه ورحتي ماسكه بقى اي حاجه تانية وموسخه ايدك، ورحتي واخده يعني بصباعك ده جوه الكريم بتاعك ورحتي حاطه ده على وشك، فانت بوظتي العلبه من جوه وبوظتي وشك. فخدوا بالكم برضو من حاجه زي كده. من الحاجات برضو الغلط جدا، وهي ان انت تنشفي وشك بفوطه. بلاش نستخدم فوطه لان هي بتبقى ناشفه جدا على وشنا، دي حاجه. الحاجه التانية انها بتنقل بكتيريا كتير، فالافضل دايما ان انت تستخدمي المناديل. المناديل هي يا دوب بتستخدميها تروحي تخلصي ترميها وانتهى الموضوع على كده، فمش هتعرضي نفسك لبكتيريا كتير. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. والستاند عمال يتحرك ويتهز كده فزهقني. واوعوا تنسوا تعملوا لايك وشير وفولو على تيك توك وعلى انستجرام، واشوفكم الفيديو اللي جاي.